يوفنتوس دلوقتي داخل مرحلة جديدة من البحث عن مهاجم صريح في سوق الانتقالات الشتوية بعد ما الصفقة اللي كانوا ناويين يعملوها مع يوسف النصيري ما كملتش. كان الفرنسي راندال كولو مواني رجع تاني على رادار النادي بعد التعثر في صفقة النصيري، خصوصا إن النصيري مش متحمس خالص لفكرة الانتقال لتورينو على سبيل الإعارة في الوقت الحالي. ده خلى إدارة يوفنتوس تضطر تعيد تقييم كل خياراتها الهجومية بسرعة. الصحافة الإيطالية قالت إن إدارة البيانكونيري بدأت فعلياً مناقشات جادة مع الأطراف المعنية عشان يرجعوا كولو مواني لتورينو. المهاجم الفرنسي كان اتواجد في يوفنتوس معار في النصف الثاني من موسم 2025 على 2024، وقدم وقتها أداء ممتاز. سجل كولو مواني 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، يعني بمعدل هدف كل مباراتين تقريباً، وده كان رقم محترم جداً بالنسبة لمهاجم جديد في الفريق. لكن لازم نفهم إن عقد الإعارة اللي كان بينه وبين يوفنتوس وقتها ما كانش فيه أي بند لأحقية الشراء، ومحاولات يوفنتوس الصيف اللي فات إنه يمدد الإعارة أو يعمل صفقة دائمة مع باريس سان جيرمان فشلت. بسبب ده المهاجم انتقل لتوتنهام على سبيل الإعارة برضه من غير أي خيار للشراء. تجربة كولو مواني في الدوري الإنجليزي ما كانتش بنفس النجاح، لأنه ما قدرش يسجل أي هدف في 15 مباراة لحد دلوقتي، وده فتح الباب قدام إمكانية خروجه من إنجلترا ويرجع لإيطاليا. مع ذلك الصفقة مش سهلة أبداً. تقارير بتقول إن توتنهام والمدرب توماس فرانك مش عايزين يسيبوا أي لاعب قبل ما تغلق نافذة يناير، وكمان العلاقة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان مش في أحسن حالتها بعد فشل المفاوضات السابقة. ده كله معناه إن الموضوع محتاج تفاهمات كبيرة ومرونة من كل الأطراف، خصوصاً إن يوفنتوس محتاج مهاجم يديهم دفعة هجومية في نص الموسم. في النهاية القصة كلها عن يوفنتوس اللي رجع يفكر في كولو مواني بعد ما النصيري رفض، عن أداء اللاعب السابق في تورينو اللي كان ممتاز، وعن فشل التجربة في إنجلترا، وكمان عن التعقيدات اللي هتواجه النادي في محاولاته لإتمام الصفقة سواء بالإعارة أو بشكل دائم، وسط علاقة متوترة شوية مع باريس سان جيرمان وتردد توتنهام في التخلي عن لاعبه.